الكونفينينس زائد الكوميتمنت يساوي الكونسيستنسي. حلو درس الحساب يعني ايه بقى؟ اشرحي لي. دي حاجة أنا بحب أقولها. اوكي. بتشرح يمكن ازاي الشخص ممكن يستمر في الثيرابي ويتأكد ان البروجرس بتاعه هيفضل شغال كويس، وازاي الشخص ممكن في وسط العقبات او الاوبستكلز اللي ممكن تحصل في البروجرس بتاعه او في الرحلة بتاعته ازاي يقدر ان هو يكمل. فهم 3 او يعني عاملين بيؤدوا لواحد. أوكي. فعندك الكونفينينس وده اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت او من كذا مرة فاتت، وهو فكرة ان الشخص يبقى عارف يروح للأخصائي بتاعه أو المعالج بتاعه بشكل مريح. يعني هو قريب من البيت، ممكن يبقى في الوقت اللي أنا محتاجاه، فconvenient بمعنى إن في أريحية أو في سهولة في البروسيس بتاعتي كلها. لو أنا عندي السهولة دي زائد ان انا I'm committed ان انا ملتزم، فدي هنا بتيجي بالنية شوية. عايز التزم، عايز ان انا احقق اهدافي، هيبقى دايما سهل ان انا احقق الاستمرارية. ولكن لو انا عايزه ابقى كوميتد بس ما فيش الكونفينينس او ما فيش الراحه، هيبقى صعب. ممكن ابقى انا عندي النيه بس وقتي مش سامح، او عندي النيه بس مش لاحق عشان مش عارف اسيب ولادي في البيت ومش عارف اعمل كذا. فلازم ان انا وانا بحاول احقق الكونسيستنسي او احاول ان انا ابقى كوميتد افتكر حته الكونفينينس دي عشان هي مهمه قوي في الثيرابي. اوكي، فكده قلتي عاملين. إن هي عاملين تبقى بيوصلوا سهلة وان انا للاستمراريه. يبقى عندي النية. بالظبط اوكي. بالظبط. ويمكن ليه بفكر في ده، لان احنا اتكلمنا في الموضوع ده كذا مره قبل كده. الاحباط اللي بيجي لما يعني ثيرابي جيرني احنا عارفين ان هي طويله، صح؟ فوق تحت. بالظبط. ودي جمله بتلاقيها موجوده على انستغرام وعلى تيك توك، اللي هو healing is not linear او progress is not linear، بمعنى انه التحسن مش خط مستقيم، صح؟ فانا طبيعي ان انا بقى لما احبط في وقت زي ده ممكن ابطل اروح للثيرابيست. ممكن لو الموضوع اوريدي صعب او مش convenient تلاقيني ابتديت اتكاسل شويه. فمهم ان انا ابقى عارف حاجتين: اولا ازاي افضل مستمر، وثانيا ان البروجرس بقى ده فعلا هو مش دايما بيبقى لينير. ودي كنت حاجه عايزه اسالك عليها، رايك ايه في الجمله دي وموافقاها ولا لا؟ وممكن تقولي ايه للناس ان اللي هم بتحس بده. اه انا موافقاكي جدا على ان progress is not linear او healing is not linear. ان مش كل سيشن هيبقى فيها تقدم او بالظبط. انسايت معين، او مش كل سيشن هطلع منها مبسوط او كده. حاسه في الاكسبيرينس بتاعي، يعني هقول لك كذا بوينت جت في مخي وانت بتتكلمي. بحس ان في ناس لما بتوصل للاحباط ده they get very frustrated، صح. وبينسوا ان هم ياخدوا بوز ويشوفوا هم بدأوا ازاي وبقوا فين النهارده. يعني بحس الناس ممكن في ناس تبقى شايفه بس هي فاضل لها قد ايه عشان تبقى كويسه، بس بينسوا هم اكشلي اشتغلوا على نفسهم قد ايه. او هزود على ده بقى اللي انا بشوفه، ان في ناس بتحس ان رجوع العرض اللي هم شغالين عليه ان هو يرجعوا يحسوا بيه تاني ده رجوع لنقطة الصفر. وده بقى هنا بيبقى صح، الإحباط صح. اللي بيوصل ان الشخص يوقف الثيرابي او يكويستشن هو انا ايه اللي انا بعمله كل ده. فازاي بتتعاملي مع ده؟ حاجه اظن انت هتريليت ليها، ان احنا كنا بنشتغل مع ادمان وكنا بنشتغل في المستشفى. دايما لما الواحد يعني مش عارفه بيريلابس او بيرجع، يعني بينتكس، يعني عمره ما بيرجع من نقطة الصفر. يعني انت مع كل مرة بتكون انت بنيت نوليدج جديدة، معرفة جديدة، عرفت انت غلطت في ايه، عرفت تريجر جديد. صح. فإت فيلز ان انت رجعت، وممكن يكون فعلا رد فعلك زي رد فعلك القديم، بس لما بتيجي تقوم نفسك بتقوم نفسك من طبقة او مرتبة اعلى شوية من اخر مرة انت وقعت فيها او كده. انا يعني عادة حاجة بتفرق لما بقولها للكلاينتس، ان الطبيعي ان احنا هنبقى بنرجع للاعراض اللي احنا كنا حاسين بيها في الاول. فلنفترض مثلا حد عصبي وجاي بيشتغل على الانجر ايشوز، فقعدنا شهرين الشخص ده بيحاول انه يمسك نفسه وما يتعصبش، لحد ما في يوم خلاص معرفش ورجع زي كأنه ما بدأش، او ده احساسه. يمكن اللي انا بحاول اقوله ان احنا ساعات بنميجر البروجرس او بنقيس التحسن مش بس في العرض ده موجود ولا لا، قد ما هو بيظهر بفريكونسي قد ايه وبانتنسيتي قد ايه، ويمكن قمت منه بسرعة قد ايه مثلا. بالظبط. والريسبونس بتاعي او الرياكشن بتاعي اتغير ازاي. صح. فحتى لو السيمتم رجع او حتى لو العرض رجع،
انا اتعاملت معاه ازاي، وهو اصلا زمان كان بيجي مثلا مره كل اسبوع، دلوقتي بقيت بيجي لي مره كل شهرين، ده في حد صح، ده ذاته تقدم. تحسن. صح. بالظبط. فاكره السايكل اوف تشينج برضو لما ايوه. كنا بنيجي دايما نبص عليها، هما بيسموها upward spiral، ان هي مم. سبايرل، انه طبيعي ان اي حد بيتغير بيرجع في يوم من الايام ممكن يقع، صح. بس انه مع كل سبايرل انت بتكون اتعلمت حاجه، فانت اكشلي بتطلع لفوق مع كل مره. بالظبط. مم. حاسه ان احنا محتاجين نشرح السايكل اوف تشينج لاي حد ما يعرفهاش. ماشي. هي سريعا ثيري بتقول انه اي تغيير بيحصل هو ما بيحصلش مره واحده. مهم. ساعات بشبهها بحاجه عشوائيه جدا، البسين. عارفه لما تكوني قاعده على البسين وعايز تنزلي البسين، هي ما بتحصلش فجاه. بتكوني في الاول بتكوني مش عايزه تنزلي البسين خالص، صح. وبعدين بتفكري لو الجو حر، البسين شكله حلو، وبعدين تقلعي الفوطه من عليكي، بعدين بتروحي تجسي الميه كده، وبعدين لو حلوه بتنزلي البسين. فهي الفكره انه اي اكشن عايزين ناخده هو ما بيحصلش فجاه. بيبقى في تفكير بالظبط. او مرحله كده قبل التفكير، وبعدين بالظبط. التفكير هنفذها ازاي. وبعدين بتستعدي، بالظبط. وبعدين بتنفذي، وبعدين بتمينتين. بالظبط. صح. وطبيعي انه بعد اي تغيير بيحصل، عشان احنا مش بنعملها صح من اول مره دايما، فانه بعد المينتننس ده ممكن يحصل الانتكاسه او وقعه او الريلابس. حاجه. صح. فبتبدا من الاول. حاجه كمان بحسها بتفرق في staying motivated عامه او consistent. زي ما اتكلمنا قبل كده، انه اصلا choosing a therapist you like، حتى صح. انت اصلا يعني ساعات at some point بتبقى انت متحمس تروح تحكي للثيرابيست، بيبقى حد ده خلاص انت اتعودت عليه ومرتاح له بتحب تحكي له كده. وحاجتين كمان حاسه you can always take a break وتشتغل على حاجه تانية. يعني لو انا مثلا بشتغل على هدف معين ومش شايفه اي تحسن فيه، صح. انا gets frustrating وببقى اللي هو كده ممكن اخد بريك واشتغل على حاجه تانية حتى لو حاجه اخف. بيتهيألي الميكسنج ات اب ده ساعات ممكن زي ما يحسن كنا شويه. بنقول انك ساعات بتشتغلي على هدف وتلاقي حاجة تانية بتفتح صح. معاكي، او حاجة تانية بتشتغلي عليها بتفرق بالظبط. اكتر، فساعتها ممكن نسويتش او نتيك بريك شوية ونخش في حتة تانية. بالظبط. وحاجه اخيره، انه برضو it's possible انه انا اخد بريك من الثيرابي، مم. او اغير يعني لو انا بروح كل اسبوع وحاسس ان انا مش موتيفيتد، اي ممكن لفتره أوسع. اروح كل اسبوعين، صح. اروح كل 3 اسابيع لحد ما المومنتم يرجع تاني وابدا انتظم تاني. يمكن هنا عايزة برضو أعلق على لما كنا بنتكلم على الشفافية ما بيني وما بين المعالج والثيرابيوتيك ريليشن شيب، جزء كبير قوي هيفرق مع الشخص اللي حاسس بالدروب في التحسن بتاعه او حاسس ان هو مش بيتقدم، ان انا لازم اتناقش في المعالج بتاعي يعني في عنده بالظبط. فلازم ابقى بقول له انا حاسس ان انا رجعت لورا، اشوف هو رايه ايه، لان هو ممكن يبقى شايف عوامل مخلياني مش عارف اتقدم. يعني ساعات بيبقى في حاجات external او عوامل خارجيه فعلا معطله، صح؟ فممكن اتكلم مع الثيرابيست بتاعي او الاخصائي بتاعي واشوف هو رايه ايه، ده اولا. ولو انا عايز ابعد المسافه اتكلم معاه في ده برضو، عشان ابقى زي ما قلنا هي شراكه، فنبقى احنا الاتنين متفقين ان ده الاحسن لي. ويمكن عايزه ارجع خطوه لورا بس واتكلم على فكره البلاتو او فكره ان احنا بنقف. ده مش بس بيحصل في الثيرابي، هو بيحصل في اي حاجه بنحاول نغيرها عامه. فزي ما اي حد بيحاول ان هو يخس او ينقص وزنه او يتخن، فبنبقى ماشيين بسيستم. في الاول بنشوف البروجرس عالي قوي، وبعدين في اي مرحله بنثبت بالظبط. وهي دي البلاتو، ان احنا ما بقاش في تقدم قد ما انا ماشي كاني بمشي في نفس مكان بالظبط، كاني بتحرك في مكاني. والبلاتو ده ساعات بيبقى محتاج حاجه مننا ان احنا نكسرها، يعني حاجه جديده محتاج ان انا اغيرها. فمثلا انا بروح الثيرابي بس انا لسه مش بطبق الحاجه دي براكتيكلي بره، او مش بعمل الحاجات اللي بتعلمها بره، فممكن ابقى محتاجه ازود ده. وساعات بيبقى كل اللي محتاجه اني افضل اتحرك في مكاني شويه لحد ما الاقي ان تفرج بالظبط لحد ما تفرج، فيبقى في التحسن بيجي بالكونسيستنسي. ودي بصراحه صعبه. يعني انا لو حد احبط فقصدك ان some people give up too early. بالظبط. وانا بتفهمها، يعني قد ما بتزعلني قد ما بتفهمها. انت قلتي نقطه مهمه من شويه، ودي حاجه اظن كنا بنتكلم فيها قبل ما نسجل، انه مهما كان الثيرابيست، يعني في الاول في الاخر الثيرابيست بيقولك رايه، بس انت ممكن تعمل اللي انت شايفه صح لنفسك بالظبط. يعني مش لازم تمشي على كلام الثيرابيست بالظبط، انت بتاخد رايه وبتشوف ايه اللي انسب لك. بالظبط. انا اظن احسن كلمه بتوصفها هو ان الكلام ده recommendation، هو مش رول، وهو مش advice، ومش امر، مش قانون. وفي نفس الوقت هو احنا مش رايحين عشان نسمع للشخص وما نسمعش كلامه. فاحنا عايزين برضو يبقى في سنة، يعني مش عايزه اقول لوجيك، بس يبقى في سنة فكر. هو انا لو مش بسمع كلامه، هل انا عشان حاسس ان هو مش فاهمني،
ولا عشان انا مش عاجباني الفكره أوكي. واتناقش معاه تاني. يعني انا دايما بحب ارجع اي حاجه باك للثيرابي روم كده. بالظبط للثيرابي روم. قلتي نقطة تانية مهمة جدا، انه جزء من، او انا فهمتها كده، انه جزء من اللي ممكن يساعد الواحد دايما يحس ان هو موتيفيتد ان هو يعمل بروجرس، وجزء من اللي هيخلي الواحد انه يعمل بروجرس هو the amount of effort اللي هو بيحطها في نفسه بره الساعة اللي بتقعدوها مع بعض. صح. بين الاسبوع للاسبوع، هل انا بطبق الكلام اللي احنا بنقوله ولا لا؟ هل انا بحاول لو عندي homework او الثيرابيست طلب مني تشالنج معين هل انا بعمله ولا لا؟ ان كل ده بيساعدني اتحسن اسرع، فبحس ان انا موتيفيتد. صح. انا اظن لو هلخص اللي انت بتقوليه واللي احنا عامه بنتناقش فيه مع بعض، ان بحس البروجرس بيعتمد على 3 حاجات في الثيرابي. عندك السايكو اديوكيشن، وهو ان الشخص يفهم. سايكو اديوكيشن جايه من ان احنا نتعلم عن حاجه سايكولوجيكال بالظبط. فان الشخص يتثقف عن اللي هو بيمر بيه، وذر بقى دي يعني اضطراب، وذر دي شويه اعراض، بس يبقى فاهم عنها فالدرايه. وبعدين عندك الحته النظريه بتاعه ان احنا نبقى بنتخيل. مثلا انا فلنفترض ان انا عندي مشكله في الحدود الشخصيه، فهتخيل لو الموقف ده حصل وانا بحاول ابقى بشكل assertive اكتر شويه هعملها ازاي. والناحيه الثالثه التطبيق. فانت عندك ال3 جوانب دول are very important، او من اهم الحاجات ان الشخص يبقى successful او ينجح في الثيرابي جيرني بتاعته. لو انا درست الحاجه وفهمتها وعارفها نظريا ومش بطبقها، هحس ان انا ببلاتو برضه. اوكي انت قلتي معلش هعيدهم. سايكو اديوكيشن theoretical وبراكتيكال، يعني اطبق الحاجه. بالظبط زي في الطب كده. بتخشي بتفهمي الاول وبعدين بتاخدي الحاجات نظري وبتمتحنيها وبعدين بتروحي بقى تشتغلي فعلا وتطبقيها بايدك. ويو كانت دو، ما ينفعش تعملي واحده من غير التانية او واحده قبل التانية، بيجوا مع بعض. اوكي فهمت بالظبط. فالحاجه بقى اللي انا عايز اسالك عليها هو ازاي الشخص يحس او يعرف ان هو دي موتيفيتد، او ان هو ابتدى يفقد الشغف شويه في الثيرابي لما يلاقي ان هو رجع لورا او مش بيتحسن. ايه العلامات؟ اول حاجه تيجي في بالي مثلا، اولا الروحه بقت تقيله على قلبي. بقيت حاسس ان انا في كده صوت في مخي بيقول لي لا مش قادر، مش قادر، مش حاسه هنزل، في كده حجج بدات تطلع. صح. وتاني حاجه مثلا بدات الغي كتير، بدات مقفله دماغي من الثيرابيست بيقولوا. مش عايزه استقبل، يعني ممكن اكون جسديا انا رحت بس انا عقليا انا مش موجود، يعني بطلت اسمع. ايه تاني؟ انا الحاجه اللي بلاحظها وعاده بتكلم فيها لو شفتها هي الكانسليشنز الكتير او الالغاءات الكتير او الريسكادجولينج، اللي هو لا انا مش جاي المره دي بس هي كمان 3 اسابيع. فتلاقي ان الشخص ابتدى يبعد مع ان مفيش عوامل معينه في حياته. يعني مفيش مثلا سفريه شغل، مفيش حاجه معينه تمنع ان هو يروح. ويمكن هنا عايزه اسال سؤال اهم بقى، ازاي الشخص يفضل موتيفيتد؟ يعني ازاي انا لما الاقي نفسي بمر بالمشاعر دي او حاسس ان انا مستثقل الثيرابي، ايه اللي ممكن افتكره او اعمله عشان اكسر الحته دي واواظب؟ حاسه ان انا هبقى ريبيتيتيف شويه. لو عندك حاجات تانية قوليها، بس حاسه ارفلكت على قد ايه انا اشتغلت على نفسي. ماشي. عشان ابص على الايجابيات، اشتغل على حاجه مختلفه. nothing else comes to mind actually. انا I think ان الاتنين دول طبعا، زائد ان كل حاجه بنحس بيها. اخر مره في الحلقه اللي فاتت كنا بنقول اللي انا بحس بيه في الثيرابي is a projection او اسقاط للي بيحصل بره حياتي. فجزء من الحلول بتاعتي انا تبقى ان انا افكر هو انا ايه اللي بيحصل بره حياتي دلوقتي اللي مخليني مش قادر على ده بالظبط، اللي مخليني بسقط ده او ببروجكت ده على الثيرابي. ودايما هفكر الناس ان projection عشان نفهمها صح عامله زي البروجيكتور اللي في السينما، هو الكونتنت جوه البروجيكتور وبيرميه على الشاشه، صح؟ فهو لو فكرتي فيها المحتوى موجود عندنا احنا. انا اللي متضايق، انا اللي طهقان، انا اللي فرستريتد، بس في دماغي الثيرابي هي اللي مش نافعه، او الاخصائيه بتاعتي هي اللي بتعمل كذا، او صحابي هم اللي مستفزين. ساعات بيبقى في سنه حقيقه في ده، بس معظم الوقت محتاجه اراجع هو ده بادي منين. هل عشان اتاكد هو بادي من عندي ولا ده فعلا اتس اباوت بالظبط الشخص اللي انا بروح له او حاجه حصلت او كده. بالظبط. اوكي ماشي. عندك حاجه تانية؟ لا ماشي. اقفل لنا بقى. اقول ايه بقى؟ مش عارفه.